بمقدم 500,000 جنيه تقدر انك تشتري شقة وتقسط الباقي على 8 سنين اقساط متساوية في اقوى موقع ولوكيشن في التجمع الخامس. في الفيديو ده هكلم حضرتك على كومباوند بلو تري لشركة سكاي ابو ظبي، كومباوند على مساحة 50 فدان. فرصة كبيرة لحضرتك انك تثبت سعر ب 500,000 جنيه كستارت لأسعار الشقق بمقدم 10%، والباقي أقساط متساوية على 8 سنين واستلام بعد 4 سنين. المشروع ده موجود في منطقة حضرتك لو نزلت معايا النهاردة هتلاقيها عايشة متكاملة، منطقة فيها خدماتها، قريب جدا من المونوريل، 4 دقايق للعاصمة، في قلب التجمع الخامس، دقيقتين من الجامعة الأمريكية، النادي الأهلي سور في سور مع المشروع. مشروع طبعا ان المطور ياخد 50 فدان في اللوكيشن ده، فبصراحة دي حاجة تحسب لشركة ابو ظبي ان هي فعلا قدرت ان هي تختار لوكيشن مميز جدا جدا جدا. شركة سكاي ابو ظبي نزلت مصر، المشروع الاول بتاعها كان في منطقة الار 8، وقدروا فعلا ان هم يبيعوا الكومباوند كله في العاصمة الادارية، ونسبة انشاءاتهم وصلت ل 50%، ونزلوا بالمشروع الثاني بتاعهم في الجولدن سكوير في التجمع الخامس. هدي لحضراتكم ريفيو سريع عن الاسعار والمساحات. لو الكاميرا تقرب معايا كده، ده الشارع ال70 متر، الشارع ده الفاصل ما بين كومباوند بلو تري وكومباوند ليان صبور، هو اللي في وش هنا على طول. المشروع ده قريب جدا من محطة المونوريل، قريب من محور بن زايد، حضرتك بينك وبين العاصمة بالظبط 3 دقايق، وفي قلب التجمع، يعني منطقة عايشة وحية، كلها جامعات، كلها خدمات، كلها مدارس، كل حاجة فيها عايشة. حتى الكومباوندز اللي حوالين حضرتك كلها عايشة دلوقتي، وتعتبر هي أغلى كومباوندز في مصر. شركة سكاي ابو ظبي بتطرح سعر المتر بالسعر الافتتاحي من أول 35,000 سعر المتر، وبيوصل سعر المتر على حسب درجة تميز الشقة بيوصل لحد 40,000 و42,000 جنيه في بعض الوحدات المميزة بالفيو بتاعها. المساحات عندي بالنسبة للغرفتين بتبتدي من أول 120 متر وبتوصل معايا لحد 140 متر للغرفتين. ال3 غرف بتبتدي معايا من 140 متر وبتوصل معايا لحد 180 و190 متر. عندي بعض الوحدات 240 متر، ودي الفيو بتاعها قوي جدا، ودي بتكون 4 غرف. وعندي دوبلكس بيبقى ارضي بجاردن ومعاه الدور الاول بتاعه، ده بيبقى مساحته بنتكلم في 270 متر. الاسعار هنا بالنسبه للوحدات يقدر العميل من اول 4,500,000، 5 مليون بمقدم 10%، والباقي اقساط على 8 سنين في منطقه ما فيهاش كومباوندز معروضه للبيع دلوقتي، لان خلاص كلها اتباعت بنسبه كبيره. وده اللي خلاني ان انا اقدم لحضراتكم المشروع ده. الشركة الأمريكية اللي عملت الماستر بلان تبقى شركة GZMK، وفعلا عملت ماستر بلان قوية جدا، العمارات أرضي و4 أدوار، التصميم حتى بتاع العمارة شكله شيك قوي. الشركة اللي عاملة اللاندسكيب تبقى شركة أوكو بلان، وشركة سكاي ابو ظبي اتنازلت عن 10 فدان من ال50 فدان عشان تعمل لحضراتكم لاندسكيب ما بين العمارات. لو الكاميرا لفت معايا كده بالظبط هتلاقي ان الوحدات يا متميزة يا اكثر تميز. طيب بالنسبة للباركينج، سعر الباركينج 180,000 للسلوت الواحد، والكلاب هاوس فور فري لفترة محدودة. طيب الصيانة هتكون 8%، ودي يقدر العميل يقسطها قبل الاستلام على قسطين على 3 اقساط زي ما هو عايز. الاستلام هيكون 4 سنين، وكل الوحدات بتتسلم نص تشطيب. ده الستريب مول الخاص بالمشروع، هيبقى موجود على الشارع ده. الشارع ده عرضه 70 متر، وعند الشارع الثاني برضه هيبقى عرضه 70 متر، اللي هو الفاصل ما بين الكومباوند وما بين منطقة بيت وطن. عندي النادي الأهلي المقر الجديد بتاعه في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، هيبقى موجود في الاريا دي بالظبط، سور في سور مع الكومباوند كله. كومباوند زي ده انا لما بقدمه للعميل اللي مهتم ان هو يشتري شقة في التجمع الخامس، ببقى مقدمه للعميل ومرشحه وانا مطمن
سواء من المطور نفسه والعباءة المالية بتاعته. الشيخ صالح العمري مطور إماراتي نزل مصر بحجم استثمارات كبير، ودايما المطورين اللي بيجوا من دولة الإمارات أنا ببقى مطمن ليهم، لأنه بيبقوا حاسبين كل حاجة صح، والعباءة المالية بتاعتهم بتطمن اللي بيروح يشتري عندهم إن مش هيحصل أي مشاكل ولا تأخيرات خاصة بالمشروع. وده احنا شفناه في المشروع بتاعهم اللي في العاصمة، ان مشروع اتباع بالكامل في وقت قصير جدا، ومعدل الانشاءات للشركة في العاصمة ماشي طبقا للمعدل الزمني اللي اتفقوا بيه مع العملاء اللي اشتروا عندهم. الكلاب هاوس الخاص بالمشروع في سويمنج بول، في جيم، في سبا. عندي بعض المناطق اللي موجودة ما بين العمارات ووتر فيتشرز. اللي مهتم من حضراتكم يقدر يكلمني على رقم اللي بسيبه دايما اسفل الفيديو، وانا ان شاء الله اللي هختار لحضرتك افضل شقة في الميزانية بتاعتك، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما. ودايما انا اللي بعمل الفيديوهات والريفيوهات لكل العملاء، وانا اللي ببعتها من القناة بتاعتي على اليوتيوب. واتمنى دايما ان انتوا تعملوا متابعة للقناة بتاعتي. اي حد هيبعت لحضرتك فيديو ويقول ان اسلام الشاعر ده المدير بتاعي، ارجو من حضرتك انك تتأكد من الاي دي بتاعه عشان ما يكونش بيسرق تعب ومجهود حد. واتمنى ان انتوا تساعدوني في النقطة ديت، ونكون دايما عند حسن ظنكم. ده كومباوند بلو تري على مساحة 50 فدان في اقوى نقطة في التجمع الخامس، في منطقة الجولدن سكوير، المنطقة العايشة، المنطقة اللي فيها البيج نيمز، اعمار، سودك، بالم هيلز، ماونتن فيو، ازار. منطقة خلاص سعر المتر فيها وصل لأرقام كبيرة جدا، والطلب عليها كبير جدا. فاللي هيشتري شقة هنا سواء ليه يسكن فيها بعد 4 سنين أو لأولاده أو كاستثمار، تأكد إن حضرتك كسبان كسبان كسبان. ونكون عند حسن ظنكم دايما، وشكرا جدا ليكم.